مش من حقك تقطع علينا خدمة احنا بندفع تمنها من جيوبنا. اسمها زيادة احمال مش تخفيف احمال. انا اتكلمت عن موضوع الكهرباء امبارح واتفهمت غلط وده اللي وجعني، والناس فكرتني بطبل والكلام ده، وكومنتات من اللي قلبك يحبها بقى. عامة عفى الله عما سلف، والله يسامح كل واحد غلط فيا وشتمني وظلمني، بس انا ما يشغلنيش اي كلام غير بس ان الناس بتفهمني غلط، وبعدين انا عارف انا بعمل ايه كويس. المهم ان انا عايز اقول لما ناس اكل عيشها يعتمد على الكهرباء وتتعطل ويقف حالها يبقى زيادة حمل. لما واحد يطلع عينه عشان يشتري مولد يمشي بيه شغله يبقى زيادة حمل. لما يشتري للمولد كل يوم بنزين مرفوع عنه الدعم يبقى زيادة حمل. لما واحد يصرف شقاه على كشاف عشان ينور لبيته ولاهله يبقى زيادة حمل. لما طفل عنده 10 سنين و12 سنة يطلع 10 ادوار على رجله وبشنطة مدرسته اللي تهد الحيل يبقى زيادة حمل. لما راجل كبير يفضل قاعد في الشارع بتاع ساعتين عشان مش قادر يطلع السلم يبقى تضييع وقت وزيادة حمل. لما ام ولا ربة منزل تنزل تستنى اطفالها وتقعد بيهم اكتر من ساعتين في مدخل العمارة يبقى زيادة حمل. احنا فعلا عايزين تخفيف احمال، بس عايزين تخفيف احمال في الفواتير والاسعار، عايزين تخفيف احمال في المواصلات وفي البنزين. مش من حقك تقطع علينا خدمة احنا بندفع تمنها من جيوبنا. الخدمات دي مش حسنة بترموها للمواطن، ولما تعمل حاجة تحترم الناس اللي مستحملاه وما تستخفش بيهم وتقطع عليهم الكهرباء بدون اي انذار وبتسبب كوارث. عندك مشاكل حلها وما تقوليش دول تانية عندها تخفيف احمال. خلينا في نفسنا وفي مشاكلنا. المشكلة الحقيقية في قطع الكهرباء 3 ساعات مش ان الحكومة بقت تتعامل مع الشعب انه ملوش لازمة ورأيه مش مهم وانه ما يستحقش ابسط حقوق البني ادمين. سيبكم من دي خالص، عارفينها من زمان. المشكلة الحقيقية في الاجهزة الكهربائية. ناس كتير بقالها فترة بتتكلم عن المشاكل بتاعت الاجهزة الكهربائية دي واثرت على كفاءة اجهزة كتير عندهم، منها اللي باظ ومنها اللي اتحرق خالص ومنها اللي مش قادر يشتغل بنفس الكفاءة عشان شدة التيار الكهربائي. لما بيكون موجود التيار بتبقى قليلة فبالتالي الاجهزة ما بتاخدش اللي هي محتاجاه، وده اصبح ملحوظ جدا الفترة دي. لو جربت تقيس الفولت بتاع الكهرباء نفسه هتلاقيه بقى اضعف ومش زي الاول. فدلوقتي الموضوع تجاوز خلاص مسألة التعايش مع الحر، ده غير العطلة ووقف الحال، ودخل في مرحلة الخسارة المادية كمان عشان الاجهزة الكهربائية دلوقتي ما بقتش رخيصة، واي تلفزيون محترم ولا تلاجة بيعدوا ال20,000 جنيه ده على الاقل. الحقيقة انا مش عارف اللي احنا فيه ده اخرته ايه، ربنا يسترها على الناس وعلينا عشان احنا تعبنا وتهقنا بجد. وانت يا ابني انت وهو اللي بتقعد تغلط وبتشتم فيا، انتوا مش فالحين غير في الغلط في الناس وبس. لو على الخوف انا ما بخافش غير من اللي خلقني وبس، وعمري في حياتي ما طبلت الحق. كلمة الحق كلمتي، فما يجيش واحد لسه بياخد المصروف من الحاجة ويغلط فيا ولا يشتم. ما تفهم يا اخي الاول الموضوع قبل ما تغلط وتشتم في حد وتشيل وزر حد. افهم انا عايز اوصل لك ايه، افهم الفكرة صح، ما تخشش تزيط وخلاص. مش مشكلتي ان عقليتك على قدك وما فهمتش الكلام اللي انا عايز اوصله لك بطريقة، مش لازم اقول لك الكلام بطريقة مباشرة، ما انا ما بطرش في الجو افهم انت يا اخي انا عايز اقول ايه. بس للاسف انتوا بتحبوا اللي يمشي على مزاجكم وبس، بس انا مش كده يا صاحبي. ايه المرار الطافح اللي الواحد فيه ده. سلام.